يا ترى ما هي النسبة التقديرية للكرد في سوريا؟ أقول نسبة تقديرية كونه لا يوجد إحصاء رسمي، وأيضا السبب أن الحكومات المتعاقبة حتى التي كان يترأسها الكرد كانت تقف ضد حقوق الكرد وتطلعاتهم، حتى البعض منهم كان يقف ضد الوجود الكردي. لذلك أقول النسبة التقديرية حتى يتسنى لنا أن نقوم بإحصاء من نحن أي الكرد، نقوم بإحصاء يؤكد النسبة الحقيقية للكرد في سوريا. دعوني أعرج قليلا على التاريخ. مثالا يقول المؤرخ الكبير السير سيدني سميث أنه في العهود القديمة، أي في الألف الرابع قبل الميلاد، 3500 سنة قبل الميلاد، كان هنالك شعب قديم يحكم المنطقة التي شمالها وان وشرقها كركوك وجنوبها بابل وغربها وادي الخابور، وكان يسمى السوبارتيون أي سوبارتو. هذا الشعب في الجزء الغربي من دجلة كان يسمى بخوريين أو الهوريين، وكما هم معروفون لدى العرب بالحوريين. الخوريون هم أجداد الكرد بالتأكيد، خوريون لأنهم كانوا يعبدون الشمس فكان اسمهم خوريون، خوري أي شمساني. عاصمتهم كانت تل حلف الموجودة في سريكانية الآن المعربة إلى رأس العين، كان اسمها واشوكاني، يلفظون واشوكاني وشكاني، هكذا كان الاسم. هذا فيما يتعلق بالسير سيدني سميث. أما رينيه دو ساود مستشرق فرنسي فلديه كتاب أصدره في باريس في العام 1927 وهو متخصص في تاريخ سوريا، يقول التالي: أن الوجود الكردي في سوريا يسبق الوجود العربي بأزمنة سحيقة ويعود إلى ما قبل الميلاد وقبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة، حيث كان الكرد متواجدون في سهل العمق وحارم ويسيطرون عليها. انتهى كلام رينيه دوسال. نأتي إلى البروفيسور الألماني ستيفان وينتر، أو كما يلفظه الألمان ستيفان وينتر، الذي قام بترجمة الأرشيف العثماني المتعلق بجبل الأكراد في اللاذقية وحما وغيرها، حيث بالمختصر سوف أقول لكم. يقول بأن تلك المنطقة كاملة، الجبال الساحلية للاذقية وحتى جبلة، كانت تحت حكم آغا عائلة كنج. هم كنج حتى الآن عائلته موجودة، وأنا متواصل مع أحد أحفاده أيضا له التحية، مفتخرون بكرديتهم. هذا الآغا كان يملك معظم تلك المناطق حتى مجيء حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة. الأرشيف العثماني يعود إلى القرن السادس عشر، طبعا ليس اليوم. الأرشيف العثماني والمستشرق أو البروفيسور الألماني ستيفان وينتر ترجم هذا الأرشيف الذي يتحدث عن القرن السادس عشر. هذا فيما يتعلق يعني نبذة أو بعض الأسماء الذين يتحدثون أو تحدثوا عن الوجود التاريخي للكرد في سوريا. أما النسبة التقديرية للكرد في سوريا حتى العام 2006 كان عدد الكرد التقريبي من عفرين إلى ديريك بحدود 3 مليون وأكثر من الكرد الناطقين بالكردية. في نفس العام هنالك تسريب من اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. من تحدث عن هذا التسريب؟ الذي تحدث عنه هو الدكتور عبد الرحمن آلوجي رحمه الله. في العام 2011 حضرت له ندوة في مدينة درباسية في محافظة حسكة، حيث قال بأن هذا التسريب، يقول تسريب الصادر عن حزب البعث، بأنهم لا يخافون من الكرد الناطقين بالكردية، بل يخافون من الكرد الناطقين بالعربية، وعددهم 7 مليون. إذن لو أضفنا عدد
3 مليون إلى 7 مليون يصبحون 10 مليون. كم كان عدد السوريون عموما في ذلك العام؟ الإحصاء الرسمي في العام 2010 يقول بأن عدد السوريون هو 22 مليون نسمة عام 2010. إذا عدنا العام 2006 يصبح عدد السوريون حوالي 20 مليون سوري، منهم 10 مليون كردي. مثالا، هنالك منشق من فرع الأمن السياسي في درباسية تواصل معي في العام 2015 ليقل لي التالي وليثبت كلام الدكتور عبد الرحمن آلوجي. قال لي بالحرف، وكان قد هرب من نظام الأسد، قال لي التالي: قال بأنه جاءتهم تعليمات من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بإجراء إحصاء في محافظة حسكة للكرد وأيضا للكرديات المتزوجات من الكرد المجردين من الجنسية. قال: قمنا بهذا العمل بالتعاون مع دوائر الأحوال المدنية، فتوصلنا إلى نتيجة. هم دوائر الأحوال المدنية مع فروع الأمن السياسي في محافظة حسكة توصلوا إلى نتيجة مفادها أن عدد الكرد في محافظة حسكة 64%، ليقوم نظام الأسد فيما بعد ويقلب النسبة ليقول بأن عدد نسبة الكرد 36% فقط فيه. وأيضا المعارضة التي كانت معارضة واستلمت الحكم الآن، المعارضة كانت أسوأ من نظام بشار الأسد، هي أيضا قالت هذا الأمر. في النتيجة النسبة التقديرية بالنسبة لي، على أقل تقدير طبعا، أن نسبة الكرد في سوريا هي 50%. طبعا منذ عدة سنوات، على الأقل 3 سنوات، وأنا على تواصل مع ممن نسميهم كرد الداخل، علما أنهم كرد غربي كردستان، كرد الداخل في إدلب، حما، اللاذقية خصوصا، ودمشق أيضا. تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكرد هم الأكثرية في سوريا، أما نسبة البقية هم خليط من الشعوب. يأتي العرب لا يتجاوز نسبتهم 20% من العرب، طبعا الأصيلون بالأصل هم عرب، وهم أجزاء من عشائر مهاجرة من شبه الجزيرة العربية ومستوطنة في سوريا. بالمختصر، لأن الكردي والعربي إن لم يعرف اسم عشيرته قبيلته يكون دخيل أو لا ينتمي إلى عشيرة. العربي الذي لا ينتمي إلى عشيرة أو قبيلة عربية، والكردي الذي لا ينتمي إلى عشيرة أو قبيلة كردية، هؤلاء يكون دخلاء، لا ذاك يكون عربي ولا هذا يكون كردي. طبعا هنالك في العام 1906 من هذا الأمر، هذه المعلومة من الأرشيف البريطاني، في العام 1906 قاموا بإحصاء في مدينة دمشق، وتبين لهم بأن عدد سكان دمشق 200,000 نسمة، منهم 60,000 شخص كردي. بمعنى في العام 1906 للميلاد كان الكرد يشكلون ثلث عدد سكان مدينة دمشق، الكرد الناطقين بالكردية فقط. البقية طبعا أنا متأكد من ذلك، هنالك كرد ممن فقدوا لغتهم من عهد الخوريين، الكرد، من عهد فيما بعد الميتانيين، الميديين، الأيوبيين، هؤلاء فقدوا لغتهم. ذاك الإحصاء بالتأكيد لم يشملهم من الكرد. في المحصلة ستثبت الأيام بأن النسبة التي أقولها صحيحة وربما قليلة. عندما ينجلي الظلم ويختفي الخوف بين كردنا في تلك المحافظات من إدلب إلى درعا، سوف يتبين وسوف ينصدم الكثيرون
من النسبة العالية للكرد في سوريا. حتى الكرد الناطقين بالكردية سوف ينصدمون بها. حتى هذه اللحظة أنا منذ 3 سنوات وأكثر قمت بتوثيق 189 قرية وبلدة ومدينة كردية في مناطق لم يكن الكرد يعرفون بأنها مناطق كردية، سواء في حلب، في إدلب، في حما، في حمص، في اللاذقية. 189 قرية، بلدة، مدينة قمت بتوثيقها، طبعا عن طريق من؟ عن طريق أبناء تلك المناطق. هذا العدد الذي قلته 189 قرية، بلدة، مدينة، في اعتقادي الشخصي يشكل نسبة 15% من عددهم ونسبتهم الحقيقية، لأنه يلزم جهد كبير، تلزم مؤسسات من أجل هذا العمل. أنا شخص واحد أعمل بشكل تطوعي وهذا واجبي، وأنا سعيد بهذا الأمر. لأجل ذلك حتى الآن لم أتمكن إلا بتوثيق هذا العدد، 189 قرية، بلدة، مدينة كردية. المستقبل كريم والمستقبل للكرد، لأن الله عادل والظلم لا يدوم. لكم الشكر.